مساء الخير يا حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. جمعة مباركة عليكم. فيديو النهاردة روتين عن فطار يوم الجمعة. طبعا وحشتوني، وطبعا مش عايزاكم تنسوا اللايك والشير والاشتراك بتاع القناة عشان تكبر بيكم كمان وكمان يا حبايب قلبي. طبعا النهاردة بنعمل بقى الفطار بتاع يوم الجمعة. زي ما عرفتكم قبل كده احنا بنحب نعمل الطعمية عندنا في البيت. قالينا طبعا الطعمية حبينا نعمل فطار مختلف شوية، يعني ما حبيناش ان احنا ناكل الطعمية بالطريقة المعتادة بتاعتنا. جبنا اللي هو العيش السوري وعملنا سندوتشات زي اللي بنجيبها من بره كده، بس بقى دي حاجة بيتي وانتوا بتبقوا ضامنين ان انتوا عاملينها بايديكوا وبنفسكوا. هتشوفوا معانا. لو حابين تشوفوا السندوتشات للاخر كملوا الفيديو على القناة بتاعت اليوتيوب. ولولي حابة تسلم عليكم. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا دلوقتي حبيت يعني اتكلم معاكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين وسوريا. طبعا بقى مش عايزين لو وصلنا لحد هنا آه، يعني سلموا على لولي. وطبعا ما ننساش زي ما هي ما قالت ندعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في سوريا، ربنا يهون عليهم الظروف اللي هم فيها واللي هم بيمروا بيه اليومين دول. هي يعني حبيت تسلم عليكم وتقول لكم ما تنسوش اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم كمان وكمان. هنا زي ما انتوا شايفين الطعمية شكلها حلو قوي. طبعا هنجهز بقى شوية حاجات للطعمية بس نقليها الأول. صدقوني السندوتشات دي بتفرق في الميزانية وبتفرق في كل حاجة ان انتوا بتوفروا. يعني لو مثلا دفعنا مبلغ في السندوتشات بتاع بره، لا لما بنجهز الحاجة في البيت بتبقى اوفر بكتير. احنا كده كده بنجيب الطلبات بتاعتها، بس صدقوني بتبقى الحاجة اوفر بكتير. فبنوفر على نفسنا وفي نفس الوقت بناكل حاجة نظيفة وحاجة ضامنينها ان احنا عاملينها بايدينا. انا طبعا بشتري العيش اللي هو السوري من اي فرن بيعمله، او مثلا اي عطارة سوري بتبيع الحاجات دي. بينفع يعني بحطه في التلاجة مش كتير، يعني ما بحاولش ان انا اقعده في التلاجة كتير. بس بيبقى حلو ان انتي مثلا لو عاملة شاورما في البيت، لو عاملة طعمية. هنا طبعا دي طماطم وبصل هنقطعهم لان هنحطهم في السندوتشات. هنا قطعناهم. وهنشوف بقى هنجهز ايه تاني. ممكن نجهز كمان هنجهز هنا الصوص اللي هو بتاع الطحينة. هو مش يعني مش زي الطحينة اللي بنعملها برضو اللي هي مثلا ساعة الأكل وكده، بس هو ايه صوص يعني حاجة بس عشان يبقى تتحط في السندوتش. يا دوبك هنحط له بس ليمونة أو نص ليمونة كمان. انا حتى ما عملتش كمية كبيرة، لو تلاحظوا ان انا مش عاملة كمية كبيرة، انا عاملاها حاجة قليلة عشان انا يا دوبك هحط بس في السندوتشات حاجات بسيطة. وهنحط بس ملح وفلفل اسود ونص ليمونة. يعني ما حبيتش ان انا اكترها لان انا كده كده مش هكتر في السندوتشات، لان انا برضو حاطه كذا حاجه في السندوتش. انتوا هتشوفوا المكونات. صدقوني السندوتش شكله يفتح النفس جدا. ولما بنعمله كمان في البيت غير ان هو بيبقى اوفر وكده، انت بتحطي الحاجه اللي انت حباها، تحطي المكونات اللي انت حابه تحطيها. طبعا هنا عصرنا نص ليمونه، حطينا ملح وفلفل اسود. هنقلبها ونحطها على جنب وهنكمل مع بعض الفيديو. ومش عايزة طبعا ننسى مع بعض ان احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات، ونعمل بقى اشتراكات وشير كتير للصفحة عشان تكبر كمان وكمان بيكو. هنا طبعا دي المكونات اهو: خيار مخلل. دي المكونات اللي هنحطها في الساندوتش معانا. جبنا طبعا العيش اللي هو هما بيسموه عيش صاج، جبناه. ودي لبنة برضو كنت جايباها من نفس المكان اللي جايبة من عنده العيش. برضو دي لبنة سوري. هنحط الأول في العيش زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنحط الطعمية زي ما احنا شايفين مع بعض. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا اللايك والكومنت الحلو منكم، لان بجد الكومنتات بتاعتكم بتفرحني جدا، وكل ما بحس ان الصفحة ابتدت تكبر بيكم بفرح اكتر واكتر.
وبشكركم كلكم على كلامكم الحلو وعلى دعمكم ليا. هنا بقى نحط الطماطم على الطعمية، وبعدها نحط بصل، بس نخلص الطماطم الاول وبعد كده بقى نحط مع بعض البصل، وبعدها نكمل بقية المكونات بتاعتنا. هنا طبعا جبنا البصل. انا بحاول ان انا يعني لما جيت قطعت الحاجة ان انا بقطعها شرايح رفيعة جدا، يعني من ان هي تدي طعم في السندوتش بس ما تبقاش يعني الحاجة كبيرة. بس فهنا طبعا بقى بنحط البصل بتاعنا، وهنحط الطحينة اللي عملناها عشان برضو تدي طعم حلو في السندوتش، وهنحط الخيار المخلل. هتشوفوا دلوقتي معانا طبعا كل المكونات دي ادت طعم للسندوتش واديته في حتة تانية خالص. يعني كل ما بتحطي مكونات حلوة في قلب السندوتش بتبقى قيمة غذائية في السندوتش، انت كلتي كل حاجة في سندوتش واحد، وفي نفس الوقت بيبقى طعمه حلو جدا. وطريقة فطار مختلفة ان انت يعني عشان ما يبقاش مثلا هو طعمية وفول والكلام ده، لا، طريقة فطار مختلفة. انت عملتي الطعمية بس عملتيها بطريقة مختلفة. هنا طبعا جبنا جرجير كنا غسلينه وحطينا برضو الجرجير، ودى السندوتش في حتة تانية خالص. وهنلفه بقى مع بعض، هنلفه رول. وطبعا كنت عندي الجريل حطاه على النار عشان نحمص العيش شوية من بره، عشان يبقى يدي زي بتوع المطاعم كده تيست كده في الاخر. التحميصة بتاعت العيش دي بتبقى حلوة. احنا ما بنحمصوش قوي لدرجة ينشف، بس اللي هو يعني يدي قرمشة كده بسيطة. هنا طبعا هنحمصه وهنعمل سندوتش تاني وهنجيبه جنب السندوتش ده يتحمص. صدقوني الفطار شكله حلو جدا وطريقة مختلفة، عشان ما تزهقوش من طريقة الفطار التقليدي ان انا يدوبك اقلي طعمية واحط جنبيها فول وكده. تغيير مطلوب، ان انا ممكن اغير في الفطار بتاعي، مش عيب. بالعكس، ان انا اجيب كلها مكونات موجودة عندنا في البيت، حتى لو جبنا عليها مكونات بسيطة من بره، بس صدقوني مش بتبقى مكلفة زي ما احنا نجيب السندوتش جاهز من بره. يعني السندوتش الواحد لما بيجي من بره بيبقى مكلف اكتر بكتير. ممكن سندوتش واحد تكلفته يجي بالمكونات اللي انت جايباها وتعملي كذا سندوتش منه. والطعمية كده كده يعني ممكن برضو احيانا نعملها بالحمص واحيانا نعملها بالفول، بس دي احنا كنا عاملينها بالفول. هنا طبعا بحمصه من على الجناب كلها عشان يعني يدي قرمشة بسيطة. وهنجيب السندوتش التاني دلوقتي هنحطه برضو معاه عشان يتحمص. صدقوني الفطار كان جميل جدا والله، يستاهل بقكم يا حبايب قلبي. جربوه، لو جربتوه قولولي ايه رأيكم. هستنى تعليقاتكم الجميلة وهستنى رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة، وان شاء الله هنيجي مع بعض في روتين تاني وروتين حلو. انا ببسط جدا وانا بعمل لكم الفيديو، والله ببسط اكتر وانا بسمع رأيكم وتعليقاتكم في الفيديو. هنا طبعا بنحاول. انا كنت طبعا مهديه النار لان عشان يعني الطاسه ما تتحرقش مني، وفي نفس الوقت هو يعني ياخد لون حلو، ما ياخدش لون ان هو محروق، فاهمني. هنا هقلبه قلبه كمان. بصوا ابتدى ياخد شكل الطاسه اللي هي الخطوط اللي في الطاسه بتاعت الجريل. وهنجيب الساندوتش التاني دلوقتي وهنحطه. فمستنية بقى رأيكم في سندوتش الطعمية الجميل ده. وألف هنا وشفا على قلوبكم كلكم. ولو وصلتوا لغاية آخر الفيديو مستنية تعليقاتكم الجميلة وتقولوا لي رأيكم في سندوتشات النهاردة. وباي باي يا حبايب قلبي.